الحاج. نعم. بدي اسالك شو رايك بالعمليه الانتخابيه لحد هلا؟ العملية الانتخابية لحد هلا عملية كثير حلوة، بتعبر عن كل أهل رميش والديمقراطية أكيد، وهيدي مش أول عملية بنشهدها والحمد لله بدون أي إشكال. ونحن هون عائلات مجتمعين من كل العائلات الرميشية، وأكيد العملية عم تمر بسلام مثل ما أنتم عم تشوفوا وبتلاحظوا. وإن شاء الله إنه الحشود كثير قوية من كلا اللائحتين، ونحن بالاخير انه اكيد ولاد بلد، وراح نجتمع بالافراح والاتراح، وراح نبارك اي فريق بيربح، راح نبارك له وراح نكون واقفين حده وندعمه بما فيه مصلحه رميش. بدي اسالك في اي دور للسياسه بهيدي الانتخابات؟ دور للسياسي؟ لا، الدور ما في دور للسياسي، بالحقيقه هي تكتل عائلات. بعد السياسي عندنا شوي بعيده عن العائليه. أكثر شيء طاغي طبعا طابع العائلي برميش. نعم، لكن الطابع العائلي هو اللي غالب برميش. بدي أسألك شو بتحب تقول آخر كلمة للناخبين بآخر ساعتين من انتخاب الصناديق؟ أنا بقول لهم أكيد يتفضلوا ينتخبوا كلهم، لأنه اللي بينتخب هيدا واجب، وحق كل إنسان يعبر عن رأيه، وهيدا بالقانون والدستور بظن انه مفروض بكل شخص يجي. ونحن اكيد بنتشكر كل شخص انتخب ليعبر عن رايه بما فيه مصلحه رميش. رميش مثل ما شفتوا مدينه كبيره بتستحق منا انه نطورها ونعملها فعلا مدينه سياحيه، مدينه ثقافيه، مدينه عمرانيه مثل ما انتم عم تشوفوا. وبتشهد رميش قريبا ان شاء الله 300-400 بيت، وعددها عم يكبر بشكل كبير، ومن اكبر المدن بالجنوب. شكرا كثير لك.